إذا أردنا أن نحتفل بالنبي فلا بد أن نحتفل بالنبي لتجديد عهدنا مع القرآن، تجديد عهدنا مع الإيمان، تجديد عهدنا مع الآيات، تجديد عهدنا مع السور، تجديد إيماننا بكلام الله، ثقتنا بوعد الله، ثقتنا بأمر الله، بعدنا عما نهى الله، تجديد إيماننا بما أمر الله سبحانه وتعالى. تجديد. نروح عايز تحتفل بمولد النبي، روح نفض التراب اللي على المصحف، هتبقى احتفلت كتير بمولد النبي. وعايزين نقفل باب الجدل، الأمة في حاجة إلى من يجمع الصف. يا كثير الملام لا تلمنا دعنا، نحن أهل الغرام كل معنا معنا. الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة قال يا أيها الناس، ليعلم الناس أننا نخاطب الإنسانية جميعا لنجمع الخلق للحق بالحب. أيها الناس أفشوا السلام. عايز تحتفل بمولد النبي؟ نبطل جدل بس خلاص، اجعل عبوديتك في الأيام دي، نبطل الكلام، نخف الكلام ونشتغل في العمل. أيها الناس أفشوا السلام. كويس. ونعمل إيه كمان يا رسول الله؟ أطعموا الطعام بس خلاص. كأن النبي يعرفنا نعمل إيه في ربيع. روح يا سيدي اذبح خروف ووكله للفقراء، وما تعملش مولد النبي ولا حاجة. اعمل حاجة وهتحب الأمة، اكرم ضيف، اكرم جار، اكرم اعمل كده. أيها الناس أفشوا السلام. ولا يا أيها المسلمين. كان النبي لما دخل المدينة كان بيخاطب الجماعة اللي جايين معاه من مكة، ولا كان بيخاطب فئات منها المشرك واليهودي والمسلم؟ المدينة كانت بلد فيها مختلف الفئات، بيعلمنا منظومة التعايش في وطن واحد، إن إحنا مش عنصريين ولا حاجة، مش بنكلم بعض. أفشوا السلام. أفشوا إيه؟ ليه استخدم أفشوا السلام؟ أصله كان جاي من حضرة الله، وأول ما قال التحيات لله الصلوات لله، ربنا رد عليه التحية وقال له إيه؟ السلام عليك أيها النبي، أنت نبي السلام، أنت دين الإسلام، أنت صاحب رسالة السلام، فالسلام عليك يا رسول الله. خد السلام وعطاه لكم، قال يا ناس أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا الأرحام. كم واحدة تتأدى في مسجد؟ محتاج جامع لكم واحدة من دول؟ عشان ايه يا رسول؟ طب ما نقول لنا على الحاجات اللي جوه الجامع. قال لا، ما اصل انتم ما فهمتوش ان انا نزلت من عنده وقد جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فصار المسلمين بيعبدوا ربنا في كل ما يقصد، في جبر الخواطر عباده، ما تقلش عن قيام الليل. ثم في الاخر ختم كلامه وقال وصلوا بالليل والناس نيام. لكن طول ما الناس صحيه احنا في الخدمه، طول ما الوجود موجود احنا مهمتنا في الوجود الخدمة. شهود الأدب ومقام الحياء، وأحيا حياة بالحياء. يا عباد الله، ديننا الحياة في سبيل الله، ولم يقف ديننا إلى مقام الحياة، إن ديننا ما دعانا وما وقف إلى حد الحياة في سبيل الله، بل أنه دعانا إلى الإحياء في سبيل الله.